السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تانية ثانوي، عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاك مستر أحمد فتاح، والنهاردة إن شاء الله مكملين مع بعض حل المحافظات. ووصلنا يا جماعة للمحافظة رقم 12، محافظة بني سويف، استاتيكا، تانية ثانوي، ترم أول من كراسة المعاصر 2024. على القناة هنا موجود قائمة تشغيل فيها كل المحافظات لحد ما احنا واقفين كده المحافظة رقم 12. وإن شاء الله بأمر الله مكملين المحافظات، وبعد كده هنخش على المراجعات وحل نماذج كتاب المدرسة وغيره من المراجعات. عشان كده لو انت اول مرة تسمعني، ما تنساش تعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجة هتعمل لايك للفيديو اللي انت بتسمعه حالا، انزل اعمل لايك دلوقتي حالا. واتنين، ان انت تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد معانا ان شاء الله الفترة اللي جاية. وكل مدى بنطور في القناة وبنحسن في اسلوب الشرح وجودة الفيديوهات. فما تبخلش علينا باللايك، ويلا بينا. اول سؤال معانا هنا بيقول اختر الاجابة الصحيحة بين الاجابات المعطاة. قوتان متساويتان مقدار كل منهما قاف، ومتلاقيتان في نقطة، ومقدار محصلتهما قاف، فإن قياس الزاوية بينهما. خد بالك من السؤال هنا، قوتان متساويتان، يبقى هينطبق عليهم القانون قوتان متساويتان، اللي هو ايه بقى؟ ان ح بتساوي 2 ق جتا ياء على الاتنين. طب هو بيقولك هنا قوتان متساويتان، مقدار كل منهما قاف، ماشي، ومقدار محصلتهما قاف. مقدار المحصلة هنا قاف بيساوي 2 ق جتا ياء على الاتنين. طب هنقسم هنا على كام؟ هنقسم هنا على المعامل ده اللي هو 2 ق، وهنا برضو على 2 ق، هيروحوا مع بعض، وهنا القاف تروح مع القاف يفضل لنا نص، تساوي جتا ياء على الاتنين. جتا ياء على الاتنين بتساوي نص. جتا كام بتساوي نص؟ فقال لك جتا 60، يعني المفروض جتا 60 بتساوي نص. حلو. طب ما ال60 ديت الزاوية بتاعتنا اللي هي ياء على الاتنين، ياء على الاتنين بتساوي 60. تمام. يبقى الياء بس بكام؟ يبقى المفروض الياء ب120، عشان 120 على الاتنين هيديني كام؟ 60. السؤال التاني بيقول لي أزيحت كرة بندول وزنها 800 داين حتى صار الخيط يصنع زاوية 30 مع الرأس تحت تأثير قوة على الكرة في اتجاه عمودي على الخيط. ادي الرأس يا جماعة، حائط رأسي، وادي خيط، دي كرة بندول هنا كده، دي كرة بندول متعلقة. فقالك أزيحت، هي وزنها أصلا 800، ده الوزن. تمام. أزيحت حتى صار الخيط ده يصنع زاوية 30 مع الرأس، يعني هنا كده 30 مع الرأس تحت تأثير ايه؟ تحت تأثير قوة على الكرة. الكرة دي بتأثر على قوة، هي اللي بتشد في اتجاه عمودي على الخيط، ده الخيط وده الاتجاه العمودي عليه. هنا القوة اللي بتشد بقى هي اللي عاملة المشاكل دي كلها. تمام. عمودي على الخيط، فإن قاف تساوي كام؟ وهنا ادي اهو هنوصل دي كده. بص معايا، انا اصبح عندي في المثال هنا، انت مش واخد بالك، 3 قوة. قوة الوزن ودي ب800، قوة قاف ودي المجهولة اللي احنا عايزينها، وقوة الشد في الخيط اللي هي هنا. فلو بصينا للزوايا هنا، الزاوية دي 90، يعني بين قاف وبين شين 90. هنا قاف وهنا ايه؟ شين. وهنا الوزن واو هنا. تمام. لو احنا بصينا دي 30 ودي 90 طبعا ودي 60، يبقى كل دي كده 150. حلو خالص. ودي 90 لو طرحنا من 360، يعني قلنا 360 كده ناقص 150 زائد 90، هتطلع في الآخر 120، يبقى دي كده ب120. جميل جدا. ايه المطلوب يا مستر؟ المطلوب القاف. فاحنا نقول بقى الوزن اللي هو 800 ده اهو، الوزن على جا الزاوية دي جا 90 يساوي تطبيق قاعدة لامي بقى، قاف على جا 150 يساوي شين على جا 120.
لو احنا بصينا كده هنمسح الواو ديت ونكتب مكان الواو دي 800. تمام. ونبدأ هنا تاني نقول القاف ده اهي بتساوي طرفين في وسطين، طرفين في وسطين 800 في جا 150 على جا 90 ونعمل يساوي. هنجيب بقى هنا الآلة بتاعتنا ونشتغل. نعمل كده اهو 800 في ساين 150 اقفل على ساين 90 نعمل يساوي. هتطلع معايا 400. يبقى هنا القوة هتطلع 400 داين. وصلنا يا جماعة لرقم 3. بطول النقطة التي تقع على الدائرة س ناقص 4 لكل تربيع زائد ص تربيع بيساوي 34 هي النقطة ايه؟ لو احنا بصينا هنا دي سالب 4 و3 ودي 1 وسالب 2 ودي سالب 1 وسالب 3 ودي 2 وسالب 3. تعال نعوض بالنقطة دي. أي زوج مرتب هنا مكان السين ودي مكان الصاد، يعني دي سالب 4 دي مكان السين ودي مكان الايه الصاد. فتعال نعوض كده. أول واحدة هيبقى سالب 4. لا السين سالب 4 سالب 4 لكل تربيع والصاد 3 تربيع. ونحسب دول كده هيبقوا هنا سالب 16 تربيع زائد 3 تربيع ب9. هتجيب الآلة وتحسب بسرعة. هتقول هنا اهو سالب 16 تربيع زائد 3 تربيع يساوي، يطلع 265. 265 مش هتنفع، احنا عاوزها تطلع 34. طب تعال نحسب تاني واحدة. مكان السين 1 يبقى 1 ناقص 4 لكل تربيع، ومكان الصاد سالب 2 تربيع. 1 ناقص 4 3 تربيع ب9 واتنين في 2 ب4 يبقى يطلع 13. مش مستاهل قال، يبقى برضه مش هتنفع. نحسب دي. نحط مكان دي سالب 1 سالب 4 لكل تربيع زائد سالب 3 لكل تربيع هيبقوا سالب 5 تربيع ب25. 3 في 3 ب9 يبقى كلهم يطلعوا 34. يبقى دي الإجابة الصحيحة. يبقى الزوج ده اللي هو كام وكام سالب 1 وسالب 3 هو اللي أو النقطة دي قصدي هي اللي تقع على الدائرة اللي قدامك دي. رقم 4. إذا وضع جسم وزن واو على مستوى مائل يميل على الأفقي بزاوية قياسها يا، فإن مركبة الوزن في اتجاه المستوى. آدي الأفقي، آدي هنا الأفقي، وآدي المستوى. تمام. وآدي الجسم هنا كده. الجسم ده وزنه واو. تمام. تمام. الجسم وزنه واو يميل على الأفق بزاوية ياء أهو، فإن مركبة الوزن في اتجاه المستوى. في اتجاه المستوى كده وفي كده. هنا في اتجاه المستوى بتبقى واو جا ياء الزاوية، وهنا واو جاتا ياء. يبقى هنا واو جا ياء وهنا واو جاتا ايه جاتا ياء، يعني واحدة واو جا وواحدة واو ايه جاتا. هو عايز مين فيهم؟ مركبة الوزن في اتجاه المستوى. اتجاه المستوى دهيت هتبقى واو جا، واو جا ياء. دي المركبة الأولى. يبقى احنا نختار رقم ألف. رقم 5. أقل عدد من المستويات التي تحدد مجسما هو. أقل عدد يا جماعة هيبقى في المثلث الثلاثي. المثلث الثلاثي لما تيجي ترسمه انت محتاج قد ايه بقى؟ بص معايا كده. هنا ادي المجسم، ادي المستوى الأول، وما تعمل أوجه بتاعته هتعمل له 3 أوجه. ادي 1 وادي موصل دي كده، ادي هنا 2 ورا 3. فلو بصيت في شكل قدامك ده هتلاقي 4 مستويات، محتاج 4. الأرضية اللي تحت دهيت ادي واحدة اهي، الأرضية اللي تحت، واللي في الجنب ده اهي. تمام. واللي ورا والناحية دي، فهتلاقيهم 4. يبقى احنا محتاجين 4. رقم 6 بيقول مخروط قائم طول راسمه يساوي طول قطر قاعدته. طول راسمه يعني لام يساوي طول قطر القاعدة يعني بيساوي 2 نق، فإن المساحة الكلية بتساوي ايه؟ طب
احنا هنستفاد من لام بيساوي 2 نق في القانون. المساحة الكلية طبعا بتساوي باي نق في لام زائد نق، فاحنا هنشيل اللام ده اهي. تعالى بقى نعوض بقى كده. هنشيل اللام ده اهي ونحط قيمتها اللي هي 2 نق، فاحنا نقول هنا هتساوي 2 باي الأول نق في، نشيل ده اهي ونحط 2 نق زائد نق، يبقى باي نق دول كده على بعضهم في 3 نق، واتنين نق زائد نق يبقوا 3 نق. يبقى عندك بقى هنا 3 في الأول باي نق تربيع، 3 باي نق ايه تربيع. وصلنا رقم 7، بيقول أي مجموعات القوى الآتية لا يمكن أن تتزن. هنمشيها أكنها متباينة مثلث. المفروض يكون القوتين الصغيرين أكبر من القوة التالتة. فلو خدنا هنا قوتين صغيرين 10 و5، 10 و5 15، أكبر من 10 دي، يبقى دي يمكن أن تتزن. هنا هناخد الاتنين الصغيرين دول كده 13، 13 أصغر من 14، يبقى دي هي لا يمكن أن تتزن. يبقى دي الإجابة بتاعتنا لا يمكن، هي دي لا يمكن. لو احنا كملنا بقى وبصينا 7 و8 15، 15 أكبر من 11 يمكن أن تتزن. 5 و6 11، 11 أكبر من 8 يمكن أن تتزن. يبقى ده يمكن ودي يمكن ودي يمكن، ودي هي اللي لا يمكن. هو عايز بقى اللي هي لا يمكن اللي هي دي. رقم 8 بيقول لي ثلاث قوى متساوية في المقدار ومتلاقية في نقطة ومتزنة، فإن قياس الزاوية بين أي قوتين تساوي كام؟ طالما ثلاث قوى مستوية، لو انت بصيت هنا كده، ادي واحدة من هنا، واحدة من هنا، واحدة من هنا، وكلهم زي بعض، قاف مثلا، قاف، قاف، فبتبقى الزاوية ما بينهم يا جماعة برضو متساوية، 120 120 120. يبقى ثلاث قوى متساوية في المقدار، قلناها قاف قاف، ومتلاقية في نقطة، تمام، ومتزنة، فإن قياس الزاوية بين أي قوتين هتبقى 120. بين دي وبين أي واحدة فيهم كده، ما هي كل دي 360، دي 120 120 120، تمام. رقم 9 بيقول له قوتان مقدارهم 9 نيوتن و5 نيوتن تؤثران في نقطة مادية، وقياس الزاوية بينهما 135، تكون مقدار المحصلة تقريبا كام؟ أول حاجة احنا هنقول المحصلة بتساوي جذر اهو، قاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين جتا ياء. طب يبقى المحصلة هتساوي ادي جذر. هتجمع بقى 9 تربيع ب81، 5 تربيع ب25، زائد 2 في 9 في 5 في جتا 135، تمام. وهتبدأ تعملها كلها بالآلة وتريح دماغك. ادي اهو، هنعمل جذر وتقول 81 اللي هي 9 في 9 زائد 25 اللي هي 5 في 5 زائد 2 في 9 في 5 في كوزين 135، وتقفل وتعمل يساوي، تطلع معانا بالشكل ده كده 6.5، تقريبا 6.5 نيوتن. وصلنا رقم 10، بتقول إذا كان قاف واحد 5 س زائد 3 صاد، وقاف اتنين ألف س زائد 6 صاد، وقاف 3 سالب 14 س زائد باء صاد، ثلاث قوى مستوية ومتزنة، فإن ألف زائد باء. أول حاجة يا جماعة هنا طالما القوة متزنة يبقى أنا لازم هجمع التلات قوة دول كده، يعني أقول قاف واحد زائد قاف اتنين زائد قاف 3، كل ده هيساوي صفر. طب ازاي اجمع بقى القوة ديت؟ عشان تجمع القوة ديت هتجمع السين مع بعضها والصاد مع بعضها، وكل ده هنساويه بالصفر. فتعال نجمع السين كده بقى. هجمع السين هنا، عندك 5 هنا وهنا ألف وهنا سالب 14، يبقى 5 زائد ألف ناقص 14، والصاد هنا 3 زائد 6 زائد باء. تعال نجمع دول كده، 5 ناقص ألف ناقص 14، 5 ناقص 14 سالب 9 زائد ألف، دول كده مع السي، و3 زائد 6 9 زائد باء
دول مع الايه الصاد. هنقسمها معادلتين اتنين عشان نطلع قيمة السين والصاد. هناخد دي كده نقول سالب تسعة زائد ألف هتساوي صفر، وهوت، وتسعة زائد باء هتساوي صفر. هنعدي دي بعكس الإشارة، يبقى الألف هتساوي تسعة، وهنا عدي دي بعكس الإشارة، يبقى الباء هتساوي سالب تسعة. تمام. طيب يبقى ألف زائد باء، ألف زائد باء يبقى تسعة ناقص تسعة بتساوي صفر، يبقى تسعة ناقص تسعة هتساوي صفر. وصلنا لرقم 11، بتقول قوتان مقدارهم 4 نيوتن و8 نيوتن فإن محاصرتها ينتمي. بصوا يا جماعة، احنا أول حاجة هنطرحهم مرة، هنقول 8 ناقص 4 ونجمعهم 8 زائد 4. 8 ناقص 4 4، و8 زائد 4 12، يبقى هتبقى معانا الفترة 4 و12 اللي هي الأولى دي كده. يبقى الفكرة هنا إن أنت هتطرح القوتين مرة وتجمعهم مرة. بيقول لي هنا في رقم 12 معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها بيساوي 5 سنتي. معادلة الدائرة يا جماعة عبارة عن إيه بقى؟ س ناقص د الكل تربيع، وهنا ص ناقص ه الكل تربيع بيساوي نق تربيع، وآدي الدايرة اهيت، وآدي مركزها النقطة دي. طيب هنا نقطة الأصل يعني المركز بتاعها صفر وصفر، يعني أنا المفروض أقول س ناقص صفر فاضل لي س تربيع بس، وصاد ناقص صفر يعني صاد تربيع بيساوي 5 تربيع ب25 كده. س تربيع زائد 25 زائد صاد تربيع بيساوي 25، لأن عوضنا مكان الدال بصفر ومكان الهاء بصفر، ففاضل لي هنا س تربيع، فاضل لي هنا صاد تربيع، وخمسة في خمسة ب25، يبقى الإجابة اللي هي رقم ج اللي هي دي، س تربيع زائد صاد تربيع بيساوي 25. وصلنا رقم 13، في الشكل المقابل إذا كانت القوة متزنة فإن ق بتساوي كام نيوتن؟ قوة متزنة يعني قوة كلها زي بعضها قد بعضها، دي 6 ودي ق ودي 6. تمام. طب تعال نشوف الزوايا بقى. الزاوية دي 30 يبقى دي 60، دي 30 يبقى دي 60، يبقى انت كده دي 120. حلو خالص. تعالى دي 90 عشان قائمة، ودي 30 يبقى دي كلها 120، ادي 120. طب هنا 90 و30 اهو نوصل دي كده تبقى دي 120. 120 120 120 دي معناها ان القوة متزنة وكمان ومتساوية. متساوية. طب قائمة متساوية يبقى دي بستة، يبقى دي بستة، يبقى دي بستة، يبقى قاف زيهم برضو بكام يا جماعة؟ بستة. يبقى قيمة القاف هنا هتكون بستة. وصلنا رقم 14، بطول هرم رباعي منتظم طول ضلع قاعدته 10 وارتفاعه 18 يكون حجمه. أولا يا جماعة هنا الهرم طول ضلع القاعدة بتاعته 10 سم، وارتفاع الهرم ذات نفسه 18، بحجم الهرم بيساوي ايه؟ حجم الهرم بيساوي تلت مساحة القاعدة في الارتفاع. تمام. يبقى تلت في مساحة القاعدة اللي هي مساحة الهرم، مساحة القاعدة اللي هي مساحة المربع على طول ضلعه 10، المساحة بتساوي طول الضلع في نفسه يعني 10 في 10 في الارتفاع 18. ده تطبيق مباشر على الحجم. هو انت بس لو حافظ الحجم هتقول تلت مساحة القاعدة في الارتفاع. والفكرة برضو مساحة القاعدة ما مساحته مربع، ومساحة المربع طول الضلع في نفسه، طول الضلع 10 يبقى 10 في 10 والارتفاع 18، يبقى انت تلت في 10 في 10 في 18. وده اللي هنعمله بالآلة ان شاء الله. هنقول تلت هنا كده، نفتح قوس ونقول 10 في 10، نقفل القوس في 18 يساوي، هتطلع معاك كام؟ 600. تمام. يبقى احنا عندنا هنا الحجم هيبقى 600 سنتيمتر مكعب. وصلنا رقم 15، هرم ثلاثي منتظم الوجوه محيط قاعدته 36 تكون مساحته. هو منتظم الوجوه، طب القاعدة بتاعته الهرم الثلاثي على شكل ايه؟ على شكل مثلث. على شكل ايه يا جماعة؟ مثلث. قالك محيط القاعدة 36، يبقى انا هقسم ال36 على التلات اضلاع دول، يعني هنا 12 وهنا 12 وهنا 12. حلو خالص. طيب انا دلوقتي
جبت طول الحرف الواحد، يعني طول الحرف هنجيبه ازاي؟ نقول 36 على 3 فيها ال12. طب المساحة الكلية بتساوي ايه؟ المساحة الكلية بتساوي لام تربيع جذر 3. طب هي اللام بكام؟ اللام ب12، 12 تربيع جذر 3، يعني 144 جذر 3. مطلوب منك حاجتين تفهم ازاي اطلع طول الحرف اللي هو مجموع الاحرف دي كلها او محيط القاعدة على 3 يبقى 12. تاني حاجة تكون حافظها عشان ليه قوانين خاصة، المساحة الكلية لام تربيع جذر 3 ب144 جذر 3. وصلنا لرقم 16، بيقول وضع جسم وزنه 50 نيوتن على مستوى أملس يميل على الأفق بزاوية ظلها 75، فإن مركبة الوزن في الاتجاه العمودي. احنا أول حاجة نرسم المسألة، ده الأفقي تمام، وده المستوى المائل، والجسم بيوضع هنا كده. فالجسم طبعا ده الوزن بيتحلل لمركبتين، مركبة في الاتجاه المستوى يعني هنا كده، ومركبة في اتجاه الايه العمودي. هنا اللي هو ديت في الاتجاه ده بيبقى واو جا الزاوية، وليكن مثلا الزاوية هنا سيتا، يبقى واو جا سيتا. ولا العمودي ده واو جاتا سيتا. دول المركبتين، هو عايز مين فيهم؟ عاوز مركبة الوزن في الاتجاه العمودي، يعني عاوز واو جاتا سيتا، بس سيتا مش موجود. فهنطلع احنا سيتا من خلال المثلث ده كده، هنا سيتا. فبيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي زاوية ظلها 75%. 75% يعني 3/4. فتبدأ زاوية السيتا هنا، السيتا هنا المقابل الظل بتاعها، يعني الظا سيتا ب3/4. الظا بيساوي المقابل على المجاور، يعني هنا 3 وهنا 4. طبعا من نظرية فيثاغورس دي تبقى كام؟ 5. يبقى أنا هنا أقدر أجيب جا وأقدر أجيب جاتا وأنا معايا ظا، كلهم لسيتا طبعا. نسيت ازاي يا مستر؟ أنا عندي الظا ديت مقابل على مجاور 4/3، والجاتا ديت مجاور على الوتر 4/5، ودي مقابل على الوتر يعني 3 على كام؟ 5. طيب أنا بقى أنا عاوز أجيب إيه؟ أنا عاوز أجيب مركبة الوزن في الاتجاه العمودي على المستوى اللي هي واو جاتا سيتا. واو بكام؟ الوزن بكام؟ ب50، في جاتا دي ب4 على كام؟ 4/5. يبقى هنختصر هنا على 5 في الواحد على 5 في 10، 4 في 10 ب40 نيوتن. 4 في 10 بكام يا جماعة؟ ب40 نيوتن. يبقى هنا دي كده ب40 نيوتن، اللي هي الإجابة رقم ألف. بيقول لي هنا مخروط دائري قائم ارتفاعه 8 وطول قطر قاعدته 12، يكون حجمه. أول حاجة يا جماعة الارتفاع اللي هو ده، وقطر القاعدة احنا بناخد النص بس، يعني احنا هناخد كام هنا؟ 6، ومعاك هنا الارتفاع كام؟ 8. طب حجم المخروط بيساوي ايه؟ حجم المخروط بيساوي تلت مساحة القاعدة في الارتفاع. طيب تلت مساحة القاعدة يعني مساحة دايرة باي نق تربيع، والارتفاع اسمه ايه؟ عين. يبقى انا هقول تلت باي في نصف القطر كام؟ 6 تربيع في الارتفاع اللي هو كام؟ 8. تقدر بقى تحسب كل ده بالآلة وتريح دماغك. هنجيب الآلة كده، نقول 1/3 في هنسيب الباي لأنها موجودة في الاختيارات، 6 تربيع في 8 يساوي، هتطلع 96، وفي باي يعني الناتج هيكون 96 باي. يبقى الإجابة النهائية يا جماعة هتكون كام؟ 96 باي. أنا ضربت تلت في 6 تربيع في 8 وسبت الباي ديت في الناتج، يبقى 96 باي. رقم 18 بيقول وضع جسم وزنه 30 نيوتن على مستوى أملس يميل على الأفق بزاوية 30، وحفظ اتزانه بواسطة قوة أفقية، فإن قيمة هذه القوة. ادي هنرسم المستوى المائل اهوت، وادي الجسم مكانه هنا. تمام. الجسم بيأثر عليه وزنه الأسفل هنا، يبقى ده وزن ده.
وزنه كام بقى؟ الوزن 30. على يميل على الأفق بزاوية كام؟ قياسها كام؟ 30. ودي طبعا قائم، وده اهي دي كده 60. القوة تبقى قوة أفقية هنا، فدي طبعا تبقى 90. وده اهي 30، لأن دي قوة. وفي حاجة اسمها هنا رد الفعل ر، يبقى دي القوة وده الوزن وده رد الفعل. تمام كده. طب هنا كام؟ هنا 90، لحد هنا 90، وهنا برضه 90. طيب لو احنا جينا عملنا رسمة مصغرة هنا، هنا دي قاف دي، بينها وبين الوزن كام؟ 90. هنا واو 90 ودي قاف. خلاص كده. تعالى نحسب بقى اللي هي دي كده. نحسب هنا دي 90 وستين 150، يعني بالره راه دي كده، وديت 150. وهنا 90 و30 120، ودي كده 120. أنا موجود معايا الوزن ب30، أقدر أجيب الباقي سهلة بقى. 30 على جا 120 هيساوي، احنا عاوزين القوة، يبقى القاف على كام قصادها؟ جا 150، يساوي الراه لو انت محتاجها في مثال تاني على جا 90، بس مش محتاجها أنا. فأنا كل اللي هحسبه أنا هشتغل على القاف دي، أنا عاوز القاف دي. هنعمل طرفين في وسطين هنا كده، يبقى القاف هتساوي 30 جا 150 على جا 120. هجيب الآلة واحسبها معاك. ادي 30 ساين 150، اقفل ثانية واحدة، اقفل انزل تحت، ساين 120 اقفل، اطلع هنا كده يساوي، هتطلع 10 جذر 3. يبقى القوة هنا قاف، هي قاف هتساوي 30 جا 150 على جا 120، 10 جذر 3 نيوتن. أهم حاجة في السؤال ده الرسمة، وتستنتج القوة وتطلع الزوايا بالراحة. قلنا رقم 19 بيقول حللت قوة مقدارها 20 نيوتن إلى مركبتين في اتجاهين مختلفين منها، وكان قياس الزاوية بينهما وبين القوة الأولى 30 وبينها وبين القوة الثانية 15. ادي هنا ح اللي هي قيمتها 20، تحللها إلى قوتين، قوة من هنا وقوة من هنا، قوة من هنا كده وقوة من هنا. قال لك إلى مركبتين في اتجاهين مختلفين، وكان قياس الزاوية بينها وبين القوة الأولى اللي هي قاف واحد 30، وبينها وبين القوة الثانية قاف اتنين 15 اهو. ودي ح اللي هي بتساوي 20. جميل. فإن المركبة الثانية تساوي كام؟ القانون اللي بمشي عليه هنا بقول قاف على جا ها 2 يساوي، دي قاف واحد طبعا، قاف 2 على جا ها 1 بتساوي المحصلة على جا ها 1 زائد ها 2. جميل. قاف واحد احنا مش عارفينها، احنا مش عايزينها اصلا. قاف 2 على جا ها 1 اللي هي 30 بتساوي المحصلة 20 على جا الاتنين مع بعض، 30 زائد 15 اللي هي 45. يبقى هنا هقول قاف 2 طرفين في وسطين، 20 جا 30 على جا 45. هتجيب الآلة الحاسبة وتشتغل معايا وتقول ادي هنا 20 في ساين 30 اقفل القوس على ساين 45 اقفل القوس، تعمل هنا يساوي، تطلع 10 جذر 2 اللي هي في نفس الوقت قيمتها 14 و14، 14 و14. خدت بالك معايا؟ وصلنا يا جماعة لرقم 20 بتقول إذا كانت القوتان 6 نيوتن و8 نيوتن متعامدتان، فإن جيب زاوية ميل المحصلة على القوة الأولى بتساوي كام؟ جيب زاوية المحصلة، جيب
جيب هنا يعني عاوز الجا، عاوز جا. بس هنا في المثال بيقول لي قوتان متعامدتان. طالما قوتان متعامدتان يبقى ظا سيتا بتساوي القوة الثانية على القوة الأولى، القوة الثانية على القوة الأولى. يعني معنى ذلك إن ظا سيتا بتساوي 8/6. بعد الاختصار هنبسطها هنا، على 2 فيها 4 على 2 فيها 3، 4/3. فأنا لما أجي أرسم هنا الزاوية ديت أهو كده، خد بالك معايا هنا سيتا، المقابل 4 والمجاور 3، من نظرية فيثاغورس ده يبقى 5. طب كده أنا عاوز بقى جيب زاوية، جيب يبقى أنا عاوز جا سيتا، والجا ده أصلا بتساوي المقابل على الوتر. المقابل على الإيه؟ على الوتر. المقابل كام هنا؟ المقابل هنا 4 والوتر كام؟ 5. يبقى جيب الزاوية اللي هو بيتكلم عليه وعايزه ده 4 على كام يا جماعة؟ 4/5. وصلنا يا جماعة للأسئلة المقالية، وأول سؤال فيها بيقول مخروط دائري قائم حجمه 27 باي ومحيط قاعدته 6 باي، أوجد ارتفاعه. أول حاجة هشتغل عليها محيط قاعدته. محيط قاعدته، محيط قاعدته بيساوي كام؟ بيساوي 6 باي. مش المخروط ده القاعدة بتاعته على شكل دايرة؟ يبقى احنا لما نتكلم على محيط القاعدة بتاعته أكني بتكلم على محيط الدايرة. طب محيط الدايرة ايه؟ محيط الدايرة 2 باي نق بيساوي 6 باي. جميل جدا. تعالى بقى نبسط كده مع بعض. هنشيل الباي مع الباي، يفضل لي 2 نق بتساوي 6. هقسم يبقى منها النق بتساوي 6 على الاتنين، اقسم على الاتنين هنا وعلى الاتنين هنا، يبقى هنا النق هتساوي كام؟ 3. يبقى قيمة النق هنا كام؟ 3. دي أول حاجة. الحاجة التانية هستخدم القانون بتاع الحجم. حجم المخروط بيساوي ايه؟ حجم المخروط عبارة عن تلت مساحة القاعدة في الارتفاع. طب هو حجم المخروط كام؟ 27 باي، بيساوي 27 باي، علامة الباي دي 1/3 باي. نق ديت احنا مطلعينها اهي، 3 تربيع ب9، يبقى 3 في 9 في الارتفاع عين. طيب أنا دلوقتي هشيل الباي مع الباي، يفضل لي هنا 27 بيساوي تلت في 9 ب3 عين. هنقسم على 3 ونقسم هنا على 3، هيروحوا مع بعض، يبقى العين هيساوي 27 على 3 فيها 9. يبقى أنا طلعت لك هنا الارتفاع. إذا الارتفاع بيساوي كام؟ بيساوي 9. يبقى الارتفاع هنا يا جماعة هيكون ب9 سنتي. وصلنا لرقم 2 وآخر واحدة في الامتحان ده، اللي بيقول علق جسم وزنه واو نيوتن بواسطة خيطين خفيفان يميلان على الرأس بزاويتين قياسهما ها و30، فاتزن الجسم عندما كان مقدار الشد في الخيط الأول 12. فهنا يعتبر وزن الجسم، وزنه كده الأسفل ده واو ده نيوتن بواسطة خيطين، ده الرأس طبعا. الجسم هو في خيط بيشد من هنا وفي خيط بيشد من هنا. طيب الزاوية بينهم بين الرأس اللي أنا رسمته ده، واحدة هنا الأولاني بهاء ودي بكام؟ ب30. ده الخيط الأول وده الخيط التاني. فاتزن الجسم عندما كان مقدار الشد في الخيط الأول 12، يعني الشين واحد هنا، الشد هنا 12، الشد في الخيط التاني بكام؟ ب12 جذر 3. تمام. أوجد قيمة هاء دي. فاحنا هنوصل ده كده، يبقى عندك هنا مثلث قوة، عندك الوزن اهوت، وعندك هنا شين واحد، وعندك شين اتنين، وعندك الزاوية دهيت، الزاوية دي بهاء والزاوية دي بكام؟ ب30. لو جينا بصينا هنا ان الواو ديت الزاوية اللي تقابلها هاء زائد 30، الزاوية دي، يبقى انا عندي هنا الواو ده اهي على جا هاء زائد 30 يساوي، عندك شين واحد من هنا او شين اتنين اهيت
خلينا في ش2 الأول هنا. ش2 اللي هي قيمتها كام؟ ش2 قيمتها 12 جذر 3. ركز بقى معايا، الجزء اللي جاي ده هو اللي مهم. ده اهي ش2 الزاوية ده هيبقى بكام؟ أول هنا كده حد الوزن ده، الزاوية ده يبقى عبارة عن 180 كلها، يعني دي زاوية مستقيمة كده 180، ده كده طوالي 180، ونشيل منه هاء، يعني جا 180 ناقص هاء. طيب ومن هنا ش1 ب12 على 12 قصادها الزاوية ده اهي. هنا ده كله 180 برضه، الخط الطويل ده 180، هنشيل منه 30 يبقى فاضل 150، يبقى جا 150. هنا سهلة ممكن نحسبها، هنقول هنا ساين، هتعمل كده ساين 150، ساين كده ساين 150 يساوي نص. تمام، يبقى نص يساوي واو على جا هاء زائد 30، هاء زائد 30. تمام، يعني هنا جا هاء زائد هتفضل زي ما هي، 30 زائد هاء، هاء زائد 30 مش هتفرق، يساوي 12 جذر 3. 180 ناقص كده، احنا في الربع التاني، فاكرين في سنة أولى ثانوي ده الربع الأول، ده الربع التاني، ده الربع التالت، ده الربع الرابع. فدي هنا 180، 180 ناقص يبقى احنا في الربع التاني، 180 زائد يبقى احنا في الربع التالت. طيب بالنسبة للإشارات، 180 ناقص يبقى احنا في الربع التاني، جا وقاتا هما اللي موجب، اما هنا هتبقى ظا وظاتا هما اللي ايه، هما اللي موجب. فاحنا هنا في الربع التاني جا موجبة، يبقى جا هاء بس. تمام، في نسبة معلومة عندها، وفي نسبة هي انا عاوز اجيب منها هاء، فهتعمل ايه هنا بقى؟ هتقول جا هاء، يعني في النص كده ملهاش لازمة معايا دلوقتي، جا هاء بتساوي نص في 12 اهو، نص مش معاك واحدة واحدة، نص في 12 جذر 3 على 12، نص في 12 جذر 3 على 12. ممكن تختصر هنا، يعني ممكن اقول هنا ال 12 روح مع ال 12. تمام، ممكن اختصر الحتة دي، ال 12 دي هتروح مع ال 12 دي، يفضل لك هنا جا هاء بتساوي نص جذر 3 او جذر 3 على 2. يعني جا هاء، الموضوع بقى واضح اهو، جا هاء جذر 3 على 2. جا هاء جذر 3 على 2، زاوية ايه لجذر 3 على 2؟ انت مش حافظين طبعا، فانا هعمل كده شيفت ساين، واعمل هنا ديت جذر 3 على 2، وتقفل وتعمل يساوي، تبقى 60. يبقى قياس زاوية هاء هتساوي 60. تمام تمام خالص. يبقى انا وصلت هنا في الاخر بعد الخطوات ديت ان زاوية هاء بتساوي 60 درجة. اتمنى يا جماعة ان كل الناس كلها فهمت المحافظة ديت وفهمت الافكار اللي فيها، افكار مهمة جدا في المحافظة ديت. حاول تستفاد من كل محافظة بالافكار الجديدة اللي فيها. اشوفكم على خير، فيديو جديد، مع السلامة.